بيبدأ فيلم النهاردة بمجموعة أصدقاء بيحتفلوا بعيد ميلاد صديقتهم ومأجرين بيت في مكان مهجور. وبالليل كانوا قاعدين بيهزروا وبيلعبوا مع بعض لعبة الأسئلة لحد ما سابهم صديقهم جرانت وقام يدور على كنزات كبيرة في البيت، لكنه اكتشف إن مفيش غير علبة كنز واحدة وإنهم شربوا البيرة كلها. وقال له صديقه بكستون أكيد في إزاز بيرة موجودة في البيت ده، فراحوا كلهم يدوروا في كل مكان في البيت على إزاز بيرة. وشاف لوكاس باب مقفول بالقفل ومكتوب عليه ممنوع الدخول، فقرر يكسر الباب ويدخل. ودخل لوكاس ودخلوا كلهم وراه، وكانت أوضة مهجورة فيها أشياء غريبة وقديمة. ولقت بنت منهم قماشة شكلها غريب، قالت لها هيلي إن القماشة ديت مرتبطة بالتنجيم والسحر. وشاف باكستون علبة خشب مرسوم عليها النجمة الخماسية، فمسك العلبة وفتحها لقى جواها أوراق تاروت قديمة. ومسكت هيلي أوراق التاروت وقالت إنها ما شافتش زيها في حياتها، وإن الورق قديم جدا والرسومات مرسومة بالإيد. وكانت هيلي بتعرف تقرأ أوراق التاروت، فقرروا كلهم إن هيلي تقرأ ليهم أوراق التاروت لكل واحد علشان يعرفوا مستقبلهم، وكل ده على سبيل التسلية مش أكتر. ووافقت هيلي وطفوا الأنوار كلها وفرشوا القماشة بتاعة التنجيم. وبدأت هيلي في قراية أوراق صاحبتها إيليز اللي كانت بتحتفل بعيد ميلادها، وقالت لها إن فضولها ممكن يسبب لها المتاعب وإنها هتطلع على سلم النجاح، لكن بتحذرها إنها تاخد بالها وتستنى شوية وإنها ممكن تقع وتتعرض لضربة ساحقة. وقامت مادلين علشان تشوف حظها هي كمان، وقالت لها هيلي إن في حياتها خط هيوديها على حاجة معينة، وفي صورة لواحد مشنوق، وقالت لها المشنوق بيدل على استسلام أخير، والدنيا صعبة دلوقتي لأن عطارد بتراجع، حتى التكنولوجيا هتخذلها بدون سبب، وده كله هيخلص بسرعة على جسر، وإن هي لما بتحس بالخطر بتهرب بسرعة. وقام باكستون علشان يروح الحمام، فقامت بيج علشان تعرف هي كمان حظها ايه. وبنشوف باكستون وهو خارج من الحمام لقى باب البيت بيفتح وبيقفل لوحده، راح علشان يشوفه وكانت الدنيا ضلمه، فشاف زي ما يكون في عينين بتبصله. لكن فجأة النور يولع ويشوف صندوق الزبالة. ونرجع لبيج وطلع انها هتتعرض لساحر وألاعيبه الخداعة، وهي بسبب كده مش هتشوف الامور بوضوح. وبعد كده بنشوف ورق باكستون، وقالت له انه صديق وفي ويمكن الاعتماد عليه، بسحب ورقة المهرج في انه مش هيقدر يسيطر على غرايزه، ونصحته ان يبقى قريب من اللي بيثق فيهم، وان ممكن تحصل له مشكلة لما يكون متعلق او محصور. وافتكر ان لما يتقفل باب ويتفتح باب تاني وانه مرتبط بارقام تصاعدية، لكن هو ممكن ينقذ اصدقائه بطريقة مفاجئة. ويجي دور لوكاس، فبتقول له انه ما بيلتزمش بالقوانين وان في تغير مالي هيحصل معاه، لكن الورق بيحذره علشان ينتبه هيروح فين، لكن خلي بالك لان ضوء الناسك هيوديك لسكة غلط. وبنشوف ورق جرانت اللي بيقول انه كريم ومخلص، وهو سألها هو ده تفسير ورق التاروت ولا انت بتقول اي كلام، فردت انها بتستعمل الورق علشان تقرا النجوم. وكملت وقالت انه برجه عنيد وفاكر نفسه على طول انه على حق، ووجود المريخ عند ورقة البرج ده معناها الخراب والدمار. وقالت ان عنده جانب فيه شر مظلم وعليه انه يواجه مخاوفه ويستعد للتضحية واللي هيخسر شخص مهم في حياته. فهو حس انها بتتكلم عن علاقاتهم اللي انتهت بالفشل وسابهم وخرج بره. وبدأت هيلي تقرأ أوراقها هي كمان، وكانت بتقول إن الحب معناها الموت بالنسبة ليها. وتاني يوم وهم راجعين كانوا واقفين في بنزينة وبيسمعوا بودكاست رعب، ففجأة جالهم لوكاس بيقول لهم إنه كسب مبلغ $700، وكانوا فرحانين جدا بالمكسب. وبعد ما روحوا كلهم بيوتهم، وفي نفس الليلة كانت إيليز اللي مأجرة البيت لوحدها بتاخد شاور وبتتكلم في التليفون مع صاحبتها. ولما جت تخرج من الحمام اتفاجئت بوجود سلم خشبي ما كانش موجود قبل كده، وبتسأل إيليس في حد هنا، لكن مفيش حد رد عليها. وبعد كده رفعت السلم لفوق وقفلت باب السطح، وبترجع تكلم صاحبتها تاني وطفت الأنوار. لكن تاني وهي بتكلم صاحبتها سمعت صوت خبط بره الأوضة، ولما فتحت باب الأوضة لقيت السلم موجود من تاني، فكانت قلقانة جدا وخايفة جدا. بس هي افتكرت ان صاحبتها رجعوا تاني وعاملين مقلب معاها. وبتشوف وهي رايحة على السلم ظل شخص واقف وراها بيختفي لما بتفتح النور. في نفس الوقت كانت بتسمع أصوات ضحكات صاحبتها، وراحت على السلم بتندى عليهم. وبتطلع السلم وتفتح كشاف الموبايل، بتلاقي نفسها في أوضة غريبة. وهنا بتشوف شخص معدي في الضلمة، وبتسمع صوت خبط على الأرض وحصل رعشة لكهرباء البيت. وبتسأل مين اللي تحت، وفجأة شافت قدامها شمع كتير جدا على الأرض وصلبان كتيرة متعلقة بالعكس. وبتشوف قدامها ورقة التوراة بتاعتها، وبتسمع تفسير الورق اللي قالته هيلي، وإنها تقع وتتعرض لضربة ساحقة. وفجأة بيظهر قدامها كائن مخيف بيصرخ، ووقعت إليس من على السلم، وظهرت إيد الكائن المرعب دوت وهو بيمسك السلم،
وضرب إيليز أكتر من مرة بالسلم على ظهرها وراسها لحد ما ماتت. وانتشر الخبر في المدينة، ولما عرف باقي أصدقائها كان مليهم الحزن على صديقتهم، وقررت هيلي إنها تبات مع صاحبتها هيج اللي كانت منهارة. وبعد ما لوكاس وصل صديقته لحد بيتها وكان مروح عن طريق المترو، كان الكائن المخيف دوت بيراقبه، وحس لوكاس إن في حد بيراقبه لكنه معرفش يشوف حد. وهو في محطة المترو كانت أنوار المحطة بتطفي وبتنور بشكل مخيف، وفجأة وقف وشاف ظل مخيف قدامه، وفجأة أنوار المحطة كلها بتنطفي بشكل متدرج وسريع جدا علشان يلاقي لوكاس نفسه محصور عند باب مكتوب عليه ممنوع الدخول. ودخل لوكاس بسرعة ولقى نفسه في جراج القطورة القديمة والمتهالكة. وهو ماشي شاف ورقة جورنال على الأرض مكتوب فيها حظ البرج بتاعه وإنه هيموت النهاردة. افتكر كلام هيلي بإنه غير ملتزم بالقوانين وإن ضوء الناسك هيوديه للسكة الغلط. وفجأة شاف الكائن المخيف قدامه وجري منه لوكاس ودخل عربية قطر ودخل معها الكائن المرعب وفضلوا وراه لحد ما رمى نفسه من القطر، فخبطوا قطر تاني كان ماشي بسرعة علشان يموت لوكاس زي ما ورقة التاروت قال. واتجمعوا الأصدقاء تاني بيفكروا ازاي حصل كل ده وازاي 2 من صحابهم يموتوا بشكل بشع في يومين، لحد ما قالت هيلين انها تؤمن بالقدر وانه ممكن يكون اللي حصل بسبب تفسير اوراق التاروت، وهم فعلا ماتوا بنفس الطريقة اللي طلعت في اوراق التاروت، فما كانش مصدقها جرانت. فقالت بيج ممكن يكون الكلام ده صح، بدليل ان لوكاس كسب مبلغ مالي، وده كان تفسير اوراق التاروت انه هيكسب مبلغ مالي. وفتحت هيلي اللابتوب ودخلت على الانترنت ولقت تليفون وعنوان ست متخصصه في اوراق التاروت، وراحوا كلهم بالعربيه بالليل علشان يقابلوا السيده دي اللي كانت رافضه تفتح لهم في الاول، لكن بعد ما قالت لها هيلي قصتهم فتحت لهم الباب ودخلتهم وحكت لها هيلي قصتهم وايه اللي حصل لهم. واتفاجئت هيلي بان السيده قالت لهم على مواصفات الورق بالظبط زي ما هم شافوها، وحكت لهم السيده ديت عن حوادث موت حصلت بسبب الاوراق ديت في مكسيكو سيتي سنة 1951، وحادثة تانية كان 4 أصدقاء مات منهم 3 وهي كانت الرابعة بس ما حصلهاش حاجة، وهي وهبت حياتها لقراءة الطالع وأوراق التاروت. كانت بتبحث عن الأوراق ديت من الوقت دوت علشان تتلفها، وطلعت السيدة صورة لمنجمة وورتها لهيلي، بدأت تحكي لها أساس قوة الأوراق ديت، وإنه في بلد اسمها هنغاريا سنة 1798 كانت زوجة الملك حامل، والملك دوت كان عنده منجمة خاصة بيه وهي بنت فلاحة لكن عندها قدرات خارقة. ولما قرت أوراق التاروت قالت للملك إن زوجته والطفل هيموتوا في وقت الولادة، ولما حاولت أكتر من مرة طلعت لها نفس النتيجة وهي ورقة الموت. الملك بعد كده أمر بطرد المنجمة وبنتها ونفاهم بره البلد، وبعد كده اتحققت نبوءة المنجمة وماتت الزوجة والطفل في وقت الولادة. فراح أمر الملك بقتل بنتها علشان ينتقم منها، وإن الأسطورة بتقول إن المنجمة قرت طالع الملك وكل قرايبه وعملت عليهم سحر وطقوس شريرة وقتلت نفسها وخلت روحها أسيرة أوراق التاروت وربطت مصيرها بالأوراق ديت فكانت لعنة الموت. وبعد وقت قريب مات الملك وقرايبه كلهم ميتات شنيعة، وبكده تبقى انتقمت منه ولعنت الأوراق وعكست عمل الأبراج، فكل اللي هيقرا برجه عن طريق الأوراق ديت هيواجه الجانب المظلم من القدر، وانتم كده بقيتوا ملعونين، وعلشان تخلصوا من اللعنة ديت لازم تتلفوا الأوراق دي. وفي مشهد تاني وهم راجعين بالعربية فجأة العربية وقفت بيهم بسبب عطل في السيستم، وقفت العربية لوحدها، وكانت مادلين مشغلة فيديو هيلي وهي بتقول لها ان التكنولوجيا هتخزلك بدون سبب وده هيحصل فوق كوبري. وفعلا العربية وقفت لوحدها وكانوا واقفين فوق كوبري، فخافت مادلين جدا وقالت الدور جه عليا، وفجأة اترسم على ازاز العربية رسمة شخص مشنوق، وافتكرت النبوءة بتاعتها انها هتموت مشنوقة، فنزلت من العربية بسرعة وجريت ونزلوا وراها. وفجأة كائن غريب كان بيلف حوالين العربية وفجأة كسر ازاز العربية وخد حبل وجري بيه على اسوار الكوبري، وفضلت مادلين تجري بسرعة جامدة علشان تهرب، لكن فجأة الحبل اتربط على رقبتها والكائن ده يرفعها لفوق وينزلها تاني علشان تموت مادلين مشنوقة. وهربوا كلهم من المكان لكنهم وقفوا يتكلموا، وقرر باكستون انه يسيبهم وينسحب ويروح لبيته، فحاولوا يقنعوه يفضل معاهم وممكن اللي حصل دوت يحصل له هو كمان، لكنه صمم ومشي وسابهم. لكن هو مروح طلع له المهرج وخاف منه باكستون ودخل الاسانسير اللي كان فيه ارقام تصاعديه، وكان خايف جدا لان النبوءه بتاعته بتتحقق. ولما فتح باب الاسانسير لقى الدنيا ضلمه والمهرج واقف، وفضل المهرج يهرج معاه يقفل ويفتح الباب والانوار لحد ما اقتحم المهرج عليه الاسانسير، وكان باكستون مرعوب جدا. والباقي قرر الرجوع للبيت اللي فيه اوراق التاروت من تاني، ودخلوا البيت فعلا وجابوا صندوق الاوراق ورموها كلها في النار. لكن المفاجاه ان الاوراق ما حصلهاش حاجه، فاتصلوا بسرعه بالسيده بتاعه التاروت علشان تساعدهم، فجت لهم بسرعه وخدت الصندوق وقعدت داخل دائره النجوم، وقالت لازم السحر يتقلب عليها وانها تفصل روح المنجمه على الاوراق.
وقامت بطقوس معينة وطلبت إنها تتكلم مع المنجمة. وفجأة ظهرت المنجمة قاعدة وراها على الكرسي، وكان شكلها بشع. وفجأة حصل نزيف للسيدة ديت، وعينيها احمرت ومبقتش قادرة تتحرك. وقامت المنجمة وبدأت تحرك أوراق التاروت بقدراتها الخارقة وتقرا الطالع بتاع السيدة ديت، وطلع فيه إنها هتموت بطعنات 6 سيوف. وفجأة اتشدت جامد وجريوا كلهم في البيت، وفجأة تقع قدامهم جثة الست ديت وهي مطعونة ب6 سيوف، ويجروا كلهم مرعوبين. وتدخل البيج أوضة لوحدها والباب بيتقفل وراها، وكان في كائن تاني مخيف بيجري ورا هيلي وغارنت، ودخلوا أوضة هما كمان وقفلوا على نفسهم. نرجع لبيج اللي كانت بتسمع أصوات بيج ساعديني، وفجأة اللمبة تتكسر وتبقى مش شايفة حاجة قدامها زي ما النبوءة بتقول، لحد ما بتقابل ساحر قصاد المعجبين بتوعه وتهرب منه وتدخل صندوق. وجالها الساحر وضيق عليها الصندوق وبدأ يدخل المنشار في أكتر من مكان في الصندوق لحد ما قدر ينشرها ويقسمها نصين، فتموت بيج برضه زي ما قالت النبوءة. وفجأة بيطلع الكائن المرعب دوت على غالنت وهيلي، ويقع غالنت بره الأوضة، ويطلع كائن مرعب تاني على هيلي وبيهجم عليها، لكنها عرفت تفتح باب الأوضة وتخرج. وبيطلع عليها الكائن ده مرة تانية وتجري منه، ويرجع تاني يظهر قدامها في كل مكان تجري فيه لحد ما مسكها من رقبتها ورفعها لفوق. وجه غالنت بسرعة وضربه بحديدة، وراحت هيلي بسرعة علشان تقرا برج المنجمة. وغالنت واقف قدام الكائن مرعوب وبيهجم عليه الكائن ويقع غالنت على الأرض. وفجأة بتحول البيت لغابة من الأشجار ومشتعلة بالنار، والكائن بيسحب غالنت عليها. وبدأت هيلي تقرا الطالع بتاع المنجمة وإنها بتتألم جامد. وفجأة ظهرت المنجمة قصادها وبقوا في مواجهة وجها لوجه. بدأت المنجمة تقرب منها وتمسكها من رقبتها وترفعها لفوق. وقالت هيلي إنها قرت أوراقها، وأوراقها بتقول إن اللعبة انتهت وإن الموت هو مصيرك المحتوم. وفي ورق التاروت الموت معناه نهاية شيء أو بداية شيء جديد، بالنسبة ليها معناه نهايتها. وبدأت تحصل عاصفة هواء شديدة بتطير معها كل الأوراق، والنار تولع في الدايرة. وبدأت إيد النجمة تسيب هيلي. اتبخرت المنجمة في مشهد بجد اللي قلبه ضعيف ما يتفرجش. وانتهت المنجمة وماتت وخلصت اللعنة. ووقف غالنت مذهول وهيلي بتعيط من اللي شافوه نهاية العذاب. وبدأت أوراق التاروت تتحرق. ولما خرجوا بره البيت فجأة لقوا صديقهم باكستون جاي لهم بالعربية وأنقذهم في آخر لحظة، وقال لهم إن المهرج مشي وما رجعلوش تاني لما صديقه تود دخل عليه الأسانسير فعاش وما حصلوش حاجة. وبكده يكون انتهى ملخص فيلمنا النهارده. وما تنسوش لو عجبكم الملخص تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وترنوا الجرس علشان نعرف نوصل لكم تاني. ولو حد عنده أي تعليق أو اقتراح ما ترددش ويكتبوا على طول في التعليقات. ودايما مكملين بحبكم وتشجيعكم لينا على تقديم أقوى الملخصات، وهتوحشوني جدا. ولحد ما نتقابل الملخص الجاي أقول لكم سلام يا أحلى جمهور، جمهور ماجيك موفيز.